هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي جسد المرأة مش عورة او مش عار، وايه علاقة الاتنين ببعض. في الحقيقة انا بوضح الكلام ده وبحب اتكلم في الكلام ده مع الناس اللي فعلا بتحب تتابعني انا وعارفاني انا وعارفة مين انا، مش الناس اللي بتعمل كومنت لله وللوطن على الانستجرام او على اي فيديو من فيديوهاتي. مبدئيا كلمة عورة ملهاش علاقة بكلمة عار، عموما ملهمش علاقة ببعض، ولكن احنا عندنا برمجة انه في حالة خزي او شعور خزي من جسم المرأة، وسبيسيفيكلي من جسم المرأة، مش بس من جسم الرجل. مش بس من جسم الرجل، لان جسم الرجل عنده عورات زينا زيه، يعني العورة دي موجودة على الست وعلى الرجل. بس ليه خبطت الخبطة دي؟ ليه قلت جسد المرأة مش عورة؟ جسد المرأة مش عورة ليه خبطتها بالشكل ده؟ عشان خاطر كان محتاج ان احنا كنساء العرب نبدأ نفهم ان انا لو غطيت، او لو بطلت زنا، او لو بطلت اعمل اي حاجة غلط، او لو بطلت اعمل اي علاقات، وكلنا عارفين الكلام ده لان انا بشوفه في الجلسات وشفته كتير من ناس حواليا، انه بنات كتير بتبقى متغطية غطاء حلو جدا، ولكن عندها فضول تعيش السكس او العلاقات الجنسية من اوفر ذا فون، او في الخفة مع راجل او مع شباب معينة. مهم ان هي تكسبيرينس ده بطريقة معينة. فخبطت الخبطة دي عشان اعرف الناس ان احنا مش محتاجين نعمل ده من باب يعني نغطي او نبطل نعمل الغلط ده من باب ان احنا عورة، او من باب ان انا بحاول اتصالح مع جسمي، لانه في دافع قوي بيخلي الانسان يروح يثبت لنفسه ان هو لا، انا جسمي محبوب. زي الطفل اللي ما تحبش في البيت فبيبقى عايز يثبت للناس ان هو يتحب، فيروح يحب ناس كتير قوي، او يحاول يدخل في علاقات كتير قوي، او يحاول يتوجد وسط ناس ويتكلم كتير. المهم انه يحاول يعمل حاجة معاكسة اكستريم عشان خاطر ياخد اللي هو ما خدوش في الاول. فطول ما انا في الاول مش متصالح مع ده، هحاول اتصالح معاه بالطريقه الغلط مش بالطريقه الصح. فاللي انا كنت اقصده انه انت لو اتصالحت، او انت لو اتصالحتي مع فكره انه انا جسمي مش خزي وما يجيبليش العار، ولما هغطيه عشان خاطر الناس اللي بره، في ناس منهم مش صالحين وما عندهمش نظرة إيجابية، فهيدوني نظرة سلبية. فأنا عايز أحمي الروح دي، عايز أحمي الطاقة اللي جوايا دي، عايز أحافظ على قد ما أقدر على النور اللي جوايا، وعلى الحاجة الجميلة اللي عندي. فأنا لما بتحرك من النابع ده، إيه اللي بيحصل؟ أو من البرسبكتيف ده، ببدأ ما بيبقاش عندي غضب ناحية جسمي، وما ببدأش أعمل حاجة اكستريم عشان خاطر أرضى عن جسمي. تمام. يعني البنت اللي دخل معاها ولد في علاقة وبقت ان فيرجن، وبعدين الولد ده اتخلى عنها، البنت دي عشان تتصالح مع الجسم وتتصالح مع المفهوم بتاع ان هي كده خلاص اصبحت غير قابلة للجواز، بتعمل ايه؟ بتبدأ تدخل في علاقات جنسية كتيرة جدا عشان خاطر تعرف تتصالح مع نفسها. بتبدأ تعرف رجالة كتير جدا، بتبدأ تجبر نفسها انها تعمل ده عشان خاطر تنسى الشعور اللي هو حاطه فيها. طبعا هما الاثنين غلطانين، يعني محدش حط حاجه على التاني، هما الاثنين مسؤولين على نفس الغلط. ولكن خلاص هي بالنسبه لها انت عملت كده معايا وانا وافقت، فانا حاسه دلوقتي ان انا انت سببت لي مشكله، فانا هرضى بالمشكله دي بالعافيه، وهاخد التقبل عن نفسي بالعافيه. بس هي جواها في رفض شديد. فانا لو من الاول متصالحه مع نفسي وغلطت غلط زي ده، طبعا انا مش بقول ان الغلط ده يتعمل، بس انا بقول انه لو ده حصل لازم افتكر ان ربنا رحيم وبيغفر الذنب. فانا لازم لو ده موجود عندي، هبدا اعمل ايه؟ هبدا ارجع تاني احاول احفظ، هبدا ارجع تاني اوافق واتقبل نفسي واحب نفسي من خلال ربنا، هرجع اسامح نفسي وامشي تاني في طريق التوبه. ما هو طريق التوبه ده ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو اتكلمت عن طريق التوبه، طريق التوبه هو ان انا اعمل غلط وارجع عنه. بس انا مش بقلل من الغلط، او مش بقول انه ده حاجه عاديه، بالعكس. انا عشان انا دخلت في علم الطاقه، عارفه قد ايه لما بيحصل علاقات جنسيه بتاثر طاقيا جدا على الجسم، وبتاثر جدا على لخبطه الانثى او عدم الاتزان، لانه ما فيهوش الاستقرار. لان فطره الانثى ان هي يبقى معاها راجل، او يعني تهاف سكس مع راجل، هيستمر معاها او هيفضل معاها. لما ما بيفضلش معاها بيحصل حاله عدم امان غير منتهيه.
فالانرجي كلها بتتلخبط. فذاتس واي هو مش احسن حاجه، مش اللي هو في ديننا حرام او في اي دين. فانا مش بقول لك اعمل ده، مش بقلل منه، بس انا بقلل الصوت الشيطان اللي بيفضل يكرهك في نفسك، فبيخليك برضو ما بتروحش لطريق التوبه وما بترجعش انك تحب نفسك. فحاجتين بيحصلوا معاك، اول حاجه منهم ان انت بتكره نفسك، تاني حاجه منهم ان انت ما بترجعش في طريق التوبه، والاتنين مش محبوبين عند ربنا. ربنا عايزك تحب نفسك، وعايزك ترجع لطريق التوبه، وعايزك خلاص تسيب الحاجه اللي بتجيب لك نيجاتيف انرجي او اللي بتخليك داون. لانه اي حاجه بتسحب منك ومفيش بينك وبين الشخص ده كلمه، او مفيش بينك وبين الراجل ده بينك وبين الراجل ده حاجه بتقول ان انتوا هتكملوا مع بعض، بيحصل فيها استنزاف طاقي. فهدفي من الفيديو ده 3 حاجات. اول حاجه فيهم ان انتي ما تمشيش ورا كلام المجتمع، ما تمشيش ورا كلام الناس، امشي ورا احساسك مع ربنا، لان ربنا عايزك تبقي من جوه متصله بيه قبل اي حاجه، قبل اي كلام من اي حد، قبل ما تسمعي اي فروض او اي كلام عن ربنا. اعرفي انت بينك وبين نفسك، وابدأي ارجعي مهما غلطتي، ارجعي لربنا. ربنا هينور بصيرتك، هيديك الحكمه ويديك البصيره. تاني نقطة عايزة أعرفها لكم من الفيديو اللي أنا قلت عليه العورة والعار. الاتنين منفصلين عن بعض، بس البرمجة محتاجين نفكها. إنه العورة حاجة، وإحساسي بالخزي من خلال العورة حاجة تانية. العورة موجودة عندنا كلنا، راجل وست. مش محتاجة تحسي بأي شعور خزي عشان انت عندك عورة، مش محتاجة تحسي بأي شعور خزي عشان انت عايزة تغطي، مش محتاجة تحسي بأي شعور خزي لأن احنا في حاجات بنغطيها وهم عندهم حاجات بيغطوها. فرجعي لعقلك وفوقي الحتة بتاعت انه العورة مش معناها حاجة تقلل مني كأنثى او تحسسني ان انا اقل من القيمة الجسدية الكبيرة اللي هي اصلا جسم بمصنع بيطلع انسان زي. تالت نقطة حبيت اقولها من خلال الفيديو، انه ابدا ما تخليش اي حد يحاول يقولك كلمة تقلل من جسمك، او يقولك غطي بطريقه مش حلوه، او يقلل من انه انتي عريانه، او حتى لو امك وباباك. على فكره انا كان بيحصل معايا الموضوع ده، انه دايما حد يعني والدتي كانت بتمسكني كده بطريقه اللي هو ايه ده اللي هو اكن انا شكلي وحش، اكن انا في حاجه غلط، اللي هو ما كنتش بفهم. وانا عشت مأساة في حتة انه كنت بخاف امشي قدام حد، بتكسف امشي، بتكسف اتحرك من كتر ما انا حاسه انه في حاجه غلط. طول الوقت غطي بطريقه اللي هي اكن انت فيك حاجه غلط. فده اللي انا بكلمك عنه، انت جسمك مفيهوش حاجه غلط، وانت جسمك مفيهوش حاجه غلط عشان تغطيها. انت جسمك حاجه كبيره وجميله، ولو انت شفتي قيمته صدقيني النظره اللي هتجيلك من بره مختلفه تماما عن نظره الشهوه. فانت محتاجه تعملي الغطاء من جوه قبل ما تعملي الغطاء من بره. يعني اعملي الغطاء من بره اوكي، بس الغطاء اللي من جوه هو غطاء المفهوميه، الغطاء ان انا انتبه انا ليه بغطي جسمي، انا بنتبه انا بعمل كده مش عشان انا قليله، انا بعمل كده عشان حاجه اكبر واكبر واكبر. فالدين قال كده في الاول، بس الشيطان لعب في المفاهيم الدينيه. فتالت نقطة زي ما قلت لك، ما تسمحيش لأي حد يقولك غطي بصورة فيها تقليل أو فيها استحقار أو فيها استهزاء باللي انتي لابساه أيا كان. حتى لو انتي لابسة ايه مش من حقك، ملكش دعوة. يا رب يكون الفيديو فادك. هدفي دايما ان انا احاول اخليكي من جوه مرتاح، احاول اخليكي من جوه قوية وحرة. الست حرة والراجل حر برضه، والإنسان عامة حر. بس أنا هدفي دايما إنه المفاهيم اللي بتوقفنا وبتقيدنا وتخلينا عاملين كده أسيب إيدي، بغض النظر أنا لابسة إيه، بغض النظر شكلي عامل إزاي، بغض النظر تخينة رفيعة قصيرة طويلة مغطية معرية. أنا حر، إنسان منطلق في الحياة. لو أنت بتتحرك من النقطة دي صدقني دايما هتوصل للصوت الإلهي وصوت الإلهام جواك، وهتعمل كل حاجة في الطريق اللي ربنا عايزك تمشي فيه. كل سنة وانتم طيبين، احنا في رمضان. يا رب شهر خير وبركة عليكم، كل التجليات ليكم في الشهر ده بإذن الله. اشوفك في فيديو تاني. وما تنساش او ما تنسيش لو احتجتي اي استشارة شخصية حابة تستفسري فيها عن اي حاجة من اللي بتكلم فيها، هتلاقيها موجودة في البايو في الرقم ده. تواصلي معاه في التيم، هيتواصل معاكي وهيبعتك ليا على طول. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.